يعطيكم العافية جميعا. اليوم جايبين لكم مستقبل سيارات ميكلارين. السيارة اللي معانا اليوم هي المستقبل، هي كل التقنيات اللي ميكلارين حتبلش تستخدمها في كثير من سياراتها، سواء من حجم المحركات، سواء بالذكاء اللي موجود في هاي السيارة. السيارة اللي معانا هي الأرتورا، الميكلارين أرتورا، سيارة 6 سلندر هايبريد. بسم الله ما شاء الله، اللون اللي معانا جدا مميز. نعرفكم على الميكلارين أرتورا، سيارة بلاجن هايبريد، ليست الأولى طبعا ببلاجن هايبريد، هاي ثالث سيارة من ميكلارين. في عندك البي 1 وعندك السبيد تيل، ولكن هاي السيارة 6 سلندر. نعم، استغنت الميكلارين عن ال8 سلندر في هاي السيارة. باخذ لكم جولة حوالين السيارة وبعدين بسم الله بنبلش أدق التفاصيل. ونبدأ بأبعاد السيارة. طول السيارة 4.5 متر، عرضها 1.90 متر، ارتفاعها 1.1 متر، وقاعدة العجلات 2.6 متر. قبل ما احكي لكم وزنها ركزوا معاي، كل باب وزنه 11 كيلو فقط. الجزء الخلفي من السيارة اللي هو بلش من هون، هاي قطعة واحدة ألمنيوم وزنها 15 كيلو فقط. السيارة ولأول مرة ميكلارين تبنيها على اركتكتشر اسمه الام سي ال اي، ميكلارين كاربون لايت ويت اركتكتشر. فالمونوسيل الداخلي، هاي قمرة القيادة، هاي وزنها 82 كيلو فقط. وزن البطارية اللي موجودة خلف مقعد الباسنجر 88 كيلو. وزن المحرك 160 كيلو. وزن المحرك الكهربائي 15 كيلو. وزن الأرتورا من دون سوائل 1395 كيلو. من الامام بنشوف الدي ان اي تاعت ميكلارين، بنشوف البصمه تاعت ميكلارين. مستحيل حدا يشوف السياره ما يحكي عنها ميكلارين، سواء من الامام من الخلف من الجنب. بصمه ودي ان اي الميكلارين موجود وبقوه في الارتورا. طبعا اضاءه ال اي دي متفاعله وبتتحرك معك يمين ويسار عشان تغطي لك كل الزوايا. انظمه تبريد وانسيابيه هواء وتخفيف وزن بشكل مخيف على الارتورا. طبعا ما في فتحه هيك موجوده، كل الفتحات إلها يا لتبريد البطاريات يا لتبريد البريكات يا لتبريد المحرك. سعة التخزين 160 لتر. السيارة هاي يعني 160 حلوات، مش مطلوب منها تحمل عفشك وتنزل على السعودية، ولكن جيد. اذا بنروح على المقطع الجانبي، الرنجات عندك الرنجات الاماميه 19 انش، طبعا كاربون سيراميك بريك، 6 مكابس اماميه. اما الرنجات الخلفيه 20 انش، طبعا كمان كاربون سيراميك بريك ولكن 4 مكابس. فعندك القياس الخلفي 20 والامامي 19. حركه الجنحان طبعا الموجوده، انظمه كاميرات 360 على السياره، حساسات اماميه وخلفيه. وعندك كمان الليفتنج لمقدمه السياره بشكل اختياري، بترفع، تقدر تجيب السياره بهاي الاوبشن انك ترفع السياره عشان تحميها من اي مطبات او اي عقبات على الطريق. سكرنا لكم الابواب عشان تاخذوا فكره عن منظر السياره وعن الانسيابيه والفن اللي موجود بالسياره. طبعا في اصدارات بتكون عليها باقه الكربون فايبر، فهي السياره ما عليها الكلوس بلاك. فبنشوف انه المقدمه الاماميه باللون الاسود القوي زي البلاك بيانو. عندك الشفرات هون بالاسود مش كربون فايبر، وهون كمان. وعندك الغطاء عاده او تقدر تطلبها بكربون فايبر باكج، بتكون كل هاي القطع بالكربون فايبر. حتى من الخلف عندك الديفيوزر الخلفي والمدعميه الخلفيه بتكون بالكربون فايبر. من الخلف طبعا في اناقه بالتصميم، في هيك شويه دلع خفيف بالتصميم. الاضاءه ال اي دي، طبعا الديفيوزر الضخم جدا اللي موجود، والعوادم الاكزوست الموجوده في مكان جدا مميز. الداون فورس وصل ل 50 كيلو جرام على الارتورا. طبعا حساسات خلفيه وكاميرا خلفيه. الهواء اللي جاي من هون شايفين وين داخل؟
بدخل هون. هون عندك الانتيك وعندك المبردات للمحرك. بالنسبة للباب كبسة من هون بتفتح معك بطريقة اوتوماتيكية جميلة، خفيف جدا الباب زي ما حكيت لكم 11 كيلو. وكمان عندك هون منفذ للتبريد، ولما تسكره عندك سوفت كلوزنج بسكر بشكل بسيط وأنيق. ميكانيكيا طبعا هذا الغطاء بده عدة معين عشان نفكه، فما اقدر اورجيكم المحرك اكثر من هيك، ولكن ميكانيكيا الارتورا 6 سلندر في 6 توين تيربو مع بطارية 70 كيلو واط، المجمل بولده 680 حصان و720 نيوتن متر من عزم الدوران. مرتبط هذا الحكي بناقل سرعة، ركزوا معي، هو بالاصل 7 سرعات زي اي ماكلارين ثانية، ولكن على الارتورا الجماعة كنسلوا الريفيرس، خلوه كهربائي الريفيرس، فالريفيرس يعتمد على الطاقة الكهربائية فقط، وزادوا سرعة للأمام فصار 8 سرعات دول كلتش. الأرقام تاعتها قوية جدا، من 0 ل 100 3 ثواني، من 0 ل 200 8 ثواني فاصل جزئين، من 0 ل 300 21 ثانية، سرعتها القصوى تتعدى 330 كيلو. من الداخل بنبدأ أول إشي بمفتاح الأرتورا زي ما أنتم شايفين، فتح الصندوق الأمامي وإغلاق. المفتاح جدا ذكي، لما تقرب على السيارة بترحب فيك وبتعطيك إضاءة خافتة عشان تحكي لك أنا عرفت أنك أنت إجيت. إذا بنروح على الداخلية، طبعا داخلية الأرتورا جديدة بالكامل، ما لها دخل بأي ماكلارين ثانية إلا عجلة القيادة يمكن تلاقيها ودعسات البنزين والبريك. هيك السيارة كلها جديدة بالكامل. نبدأ معاكم من الجهه اليسار. بتتوفر بشكل قياسي باورز اند ويكلز، نظام صوتي 12 سماعه. عندك شاشه قدام السائق 10 انش. والحلو في الموضوع اذا بتلاحظوا انه فيها كبسات على اليمين وعلى اليسار لتغيير وضعيات القياده ولتغيير وضعيات نظام المانع الانزلاق. كمان موجودات هون عشان توفر على السائق اي كبسه على عجله القياده، وطبعا مربوطه بعجلة القيادة. طبعا السيارة كانت شغالة على النظام الكهربائي، لما نطلع ونسوق بنشرح لكم أكثر عن هذا الموضوع. وهلا اشتغلت لأنه الدنيا حر والمكيف شغال فاشتغلت السيارة. الشيفتنج بادل طبعا موجود. السيارة ذكية، فيها حساسات أمامية وخلفية، فيها المحافظة على المسار، فيها رادار تفاعلي. هذا الحكي يعني جميل يكون على سيارة من ماكلارين. إذا بنيجي على المنتصف هون في عنا شاشة جديدة قياس 8 انش، ابل كار بلاي واندرويد اوتو، تتحكم فيها بكل شيء بدك اياه، حتى وضعية اللي هو الدريفت مود. عن طريق الشاشة تقدر تحدد درجة الدريفت اللي بدك اياها السيارة تعطيك. طبعا هذا كله يعني بأماكن المخصصة مسموح لك تسوي هيك. فكل شيء عن طريق الشاشة. إذا بننزل لتحت هون في عندك كب هولدر أمامي، هناك في عندك الستارت ستوب بوتون، الجير دي ان ار، الهازارد، عندك كمان سعة كب هولدر ثاني هون، وعندك هون سعة تخزين بسيطة مع تايب سي وتايب اي، وعندك أماكن تخزين جميلة هون للتليفونات. والسعة التخزين الثانية بالسيارة اللي هي هاي المنطقة تعتبر سعة تخزين جيدة جدا. وعندك خلف السائق اللي هو زي الرف، هذيك سعة تخزين. غير هيك السيارة ما فيها لا جلاف بوكس ولا فيها أي شيء ثاني. بنشوف الالكنتارا وبنشوف التطريز اللي موجود والكراسي الجميلة جدا اللي بتقدر انت تختار نوعين من الكراسي. في الكراسي الأفخم وفي الكراسي الخاصة للسباق أكثر، حسب شو استهلاكك للسيارة بتشوف اللي انت مناسب لإلك. ولكن السيارة شغل استخدام يومي من دون أي مشاكل. وبسم الله خلينا نطلع ونسوق السيارة ونكمل شرح. وبسم الله نبدأ قيادتنا للماكلارين أرتورا. طبعا يا جماعة الخير احنا بنصور بدرجة حرارة 45، فيعني سيبكم من المنظر العام وركزوا لي على المعلومات اللي بنعطيكم إياها. الماكلارين أرتورا زي ما حكيت لكم هي بلجن هايبريد. المحرك الكهربائي اللي وزنه 15 كيلو ممكن يشغل السيارة بشكل كهربائي بالكامل، تقطع مسافة 31 كيلو متر. والسرعة القصوى اللي ممكن توصل لها بهاي المسافة هي 130 كيلو متر. وهذا الحكي يعني جدا ممتاز، خصوصا ان انت ساكن في احياء
نوعا ما بدك تزعج الناس، بدك تدخل وتطلع من دون ما حدا يحس عليك. الارتورا بتعطيك هذا الاشي وبكل يعني اتقان بتزبط لك الامور. طبعا لما تكون رافع السيارة بس تطلع سرعتك عن ال60 كيلو السيارة لحالها بتنزل المقدمة، فبدك تدير بالك انه بعد ال60 السيارة بطلت مرتفعة من الامام. توزيع الوزن عندك 42% من الامام و58% على الخلف، هذا توزيع وزن السيارة، فتقريبا 50-50، ويعتبر هذا رقم جدا قوي على سيارة دفع خلفي وبهذا الوزن. السيارة صراحة إبداع من ميكلارين. الجماعة اشتغلوا فيها بشكل مخيف. الجماعة قاعدين بيعرضوا شوية عضلات، شوية تكنولوجيا، عندهم شوية طاقات تصنيعية قاعدين بيعرضوها على الأرتورا، ولسه اللي جاي أكتر من هيك. من الشغلات الممتازة على الأرتورا وجود إيدف ديفرنشال لوك إلكتروني على المحور الخلفي وليميتد سليب. هذا الحكي بعطيك أداء ممتاز جدا للسيارة، خصوصا على المنعطفات الحادة أو بالحلبات، يعني بعطيك أداء جدا قوي للسيارة. داخليا من النقاط كمان الترفيهية نقدر نحكي أنه وجود إضاءة محيطية 12 لون، وزي ما حكيت لكم النظام الصوتي كاختياري تقدر تختار أكثر من نوع، أكثر من براند يعني ب 12 سماعة حسب وضعيات القيادة اللي انت بتختارها. طبعا في عنا اكثر من وضعية قيادة، عندك الالكتريك بالكامل، عندك الكومفورت، عندك السبورت، وعندك التراك. كل وحدة بتعطيك احساس مختلف، بتعطيك تفاعل مختلف لاجزاء السيارة، خصوصا اذا بتسمعوا الصوت والنظام التعليق اللي هو الدبل وشبون الامامي والمالتي لينك الخلفي. بتفاعل بشكل جدا قوي على الميكلارين ارتورا. قديش حق السيارة؟ مليون. بس قبل ما تحكوا غالي ولا رخيص، انا بدي احكي لكم الضمان اللي عليها للسيارة. الضمان برسم نوع من الثقة الغريبة عند ميكلارين. سيارة نوعا ما سمعتها انه فيها كثير مشاكل وتشيك انجن وهالقصص هاي. 5 سنين ضمان على المحرك، 6 سنين ضمان على البطارية، واسمع لي هاي 10 سنين ضمان على البدي الخارجي من اي ثقوب. ايش يعني من اي ثقوب؟ يعني من دون ما يكون في ضرب، لانه السيارة ألمنيوم وكربون فايبر وهيك، فمن دون عوامل خارجية متسببة يعني بشكل مع سبق الإصرار والترصد جايب لك شاكوش ولا جايب لك همر، في عليه ضمان للبدي الخارجي. يا سلام يا سلام. رح ننهي الحلقة بعد ما نسوي تسارع، فما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، انستغرام وفيسبوك ويوتيوب. اخوكم حامد الدعور، والى لقاء اخر. السلام عليكم.